بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلامي على اللي تونا في وعايدنا، وتحية نثنيها على صاحب الشان، الرجال على العليا بنينا عوايدنا، نلتزم للخوي والجار ونقدر العاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. عليكم السلام. يا شيخ جبران، سعيت على هذا الأمر الطيب للجمع المبارك، جمع الأخوان والأحباب. تقدمنا في الجروب أي المجموعة المخصصة للأفلام الوثائقية لقحطان عامة، تشمل الأحباب والجحادر وعبيده وسنحان وشريف وبني بشر ورفيده، والدعوة معزة ومحبة حفظا للتاريخ الحاضر وحفظا للتاريخ الماضي، وجمع ما بين الماضي والحاضر على العز وعلى النقا وعلى العلم الغانم. ووجهت لنا دعوة، وهذا من طيب راسك، وبيض الله وجهك وجمل الله حالك. اخوانك في ديوانية قحطان يقدمون لك 5000، واخوانك في الافلام الوثائقية يقدمون لك 5000، وقبيلة الغازي الحباب انا مندوب النيابة عنهم 5000 ريال، هنا 15000. عود نزرق لك ولضيفانك، انهي قليلة افسمنها وانهي كثيرة افتستاهلها. كبروني ربعي بيض الله وجههم وجمل الله حالهم، والشغرة خدم الجنبية وسلامتكم من يسمع. وانت سالموا واللي يسمع قولوا يا الله. الله كريم. ان الله يضفي علينا وعليكم ستره. الله كريم. انتوا جملتوا ولا خسرتوا، والله يطول اعماركم. اما من طرف رفيقنا فمغلقن الباب، لا منا يا شيبانه ولا من البهود اللي قبلكم، وزايدها سلامتكم. صلوا على محمد. أول شيء بيض الله وجهك يا أبو محمد، تمشي وتخدم قحطان في العلوم الطيبة، وكل شيخ من شيوخ قحطان اللي جالسنا الآن ما يجهله علمك وعلومك الطيبة، لا أنت ولا أخوياك اللي معك ولا ربعك غازي ولا ديوانية قحطان ولا الأفلام الوثائقية لقبائل قحطان وفرسان قحطان. الكلام يا طويل العمر الباب مقفل، ولا قبلت من حد شيء توفير. هاو سلامة راسك وما يسمع وقلت الله يحييك. كلمة للشيخ علي بن محمد بن مضحك الحبابي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد فرضا، لك الحمد طوعا، لك الحمد ملء خلايا جناني، وكل كياني رنوا وغمضا إلهي وجاهي، إليك اتجاهي وطيدا مديدا لترضى فأرضى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول السلام وبدر الظلام وماء الغمام. أحبك ربي فصلى عليك الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبلنا على معزبنا بزامر قلنا فيه يا سلامي على اللي تونا في وعايدنا، والتحية نثنيها على صاحب الشان، الرجال على العليا بنينا عوايدنا، نلتزم للخوي والجار ونقدر العاني. وابو مداوي يستاهل العلم الغانم. نحن يا رجال قحطان الحباب والجحادر، عبيده وسرحان، شريف وبني بشر ورفيده، جميعا نرحب بضيوفنا الأعزاء الغالين الذين أتوا من قبائل من محبة وغلا، فبيض الله وجيههم وجمل الله حالهم على هذا اللقاء المبارك وعلى هذا المجي.
فنرحب وإياكم بالضيف العاني النسيب الشيخ دهام بن مسجد الرقيبة الأسلمي، والشاعر خالد الرقيبة الأسلمي وصحبه الكريم، وهم يقال لهم أهل الحيسة، وسبب هذه المسمى من زود الكرم والعلم الغانم. فقد وضع صحن لا يرى آخر ما في طرف هذا الصحن من الكرم مما عليه من القعدان والذبايح، فيقال له: ما هذا الكرم الزايد؟ قال: هذه الحيسة، فسموا برجال أهل الحيسة إلى التاريخ هذا، ونعم بالرجال. وكذلك نرحب وإياكم بالشيخ الضيغمي نايف بن عماش آل معشي الذيب وصحبه الكريم. والقصة على معشي الذيب قصة عجيبة، وقصة معشي الذيب قصة عجيبة وقعت على جده مكازي بن دغيم بن عبد الله بن فراج بن سعيد بن عليان بن شهوان بن ضيغم شيخ الدغرات من عبده. وهذه القصة استسمى بها لأن كان يعشي ذيب عود كبير ما عنده سن، فكلف أحد أبنائه أن يذبح ذبيحة وأن يبعد اللحم عن العظم لكي يغذي هذا الضيف. الضيف انعوى وراء الباب، ثم قام حد أبنائه يريد قتله، فقال: دعوه، ما أتى به إلا الجوع ويريد العشاء. وكذلك نرحب وإياكم بشهران العريضة، فمرحبا ألف وحياكم الله يا رجال خثعم. وكذلك نعرج بالتحية والاحترام لرجال البقوم، رجال الأزد الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال الأزد: قال: حكماء عقلاء كادوا يكونوا أنبياء. فهنيئا لكم بهذا الوصف الجميل من محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نرحب وإياكم برجال محلف، رجال يام بن همدان، فمرحبا ألف برجال يام ومرحبا ترحب السيل والمطر. فرجال مذحج وهم رجال قحطان الحاليين، ورجال طي، ورجال شهران بن خثعم، ورجال يام بن همدان، جميعهم يرجعون إلى كهلان ابن سبأ ابن يعرب ابن قحطان ابن هود عليه السلام. فنعم الاتصال ونعم الجمع ونعم اللقاء، فأسأل الله أن يبارك في من جمعنا، إنه على كل شيء قدير، فقولوا آمين. نبارك لرجال قحطان عامة ولرجال عبيدة خاصة على الكتاب القيم الذي أخرجه الباحث الكبير أحمد بن مسعود بن شوية آل الصقر بعنوان درر العقود الفريدة في تاريخ جنبو عبيدة. حقيقة أشكر للإخوان الفضلاء أن فتحوا لهذا المجال المبارك، وبعدما أن انتهينا من الترحيب والتهليل فحياكم الله باسمي وباسم قسم اللجان العليا للوثائق القحطانية التي تجمع شيوخ وأمراء وفرسان ورموز قحطان، وربط القديم بالحاضر، ربط القديم بالحاضر ليأتي جيلا ليعرف رموزه وشيوخه وأمراءه. فقد وصلنا ولله الحمد في الجزء الرابع، وسوف ينزل الجزء الخامس بأمر الله جل وعلا في 26/9، ونحن ماضين على هذا المنهج. نسأل الله جل وعلا القبول. وهناك لجنة حقيقة جنود خفيين لا يريدون الظهور، وفقهم الله وسدد الله أمرهم. أما الكلمة الأخيرة فهي موجهة عامة للحاضرين: عليكم أن تتقوا الله في كل فعل وفي كل عمل وفي كل نظرة وفي كل سماع وفي قول. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلنا الله وإياكم من الفائزين مع الله سبحانه وتعالى. بيض الله وجه الشيخ جبران بن مداوي، وبيض الله وجه الشيخ مداوي على هذا اللقاء المبارك وعلى هذه الجمعة الطيبة، وسدد الله أمره وغفر الله ذنبه وستر الله عيبه. وتمنينا أنها أخذ منا فنجال قهوة وعود النزرق، ولكن وفر علينا بيض الله وجهه، ويريد أن يقوم بهذا المقام الذي ما يقوم به إلا العظماء من الرجال. أشكر لكم على فتح المجال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك يا أبو محمد وصح لسانك. وتحيه نثنيها
الشام